السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكل المبدعات اللي بيشرفوني يتفرجوا على الفيديو. أنا تغريد سيد ودي صفحة وقناة كروشيه توتا والمبدعات. إن شاء الله النهاردة هنكمل مع بعض طريقة عمل الخروف ده. أتمنى تعرفيني بنفسك وتقولي لي بتشاهديني من أي بلد، وإن شاء الله لو ناوية تعملي معايا الخروف السكر ده هتعمليه بأي لون. طبعا لو عملتيه أتمنى إنك تنزليه وتشاركيه معانا على الصفحة أو الجروب كروشيه توتا والمبدعات. يلا نسمي الله ونبدأ. ده الجزء الثالث، هنبدأ نشتغل الأطراف والودن بتاعة الخروف، هنشتغله مع بعض إن شاء الله. هتلاقي الأجزاء الأول والتاني هتلاقوها في أول تعليق مثبت، وكمان في صندوق الوصف. تمام، هنسمي الله ونبدأ. هبدأ أول حاجة أعملها الرجل أو القدم. عملت عقدة بداية وهبدأ اشتغل 1 2 2 سلسلة. هروح للسلسلة رقم 1، طبعا احط العلامة بتاعتي. هروح للسلسلة الأولى اشتغل فيها 6 غرز حشو. 1 2 3 4 5 6 هبدأ السطر رقم 2، هشيل العلامة، والسطر التاني هيكون تزايد، يعني كل غرزة هشتغل فيها 2. هيكون عندي في نهاية السطر التاني 12 غرزة حشو. 1 2 في نفس المكان اللي بعدها، 1 2، وهكذا لحد ما اخلص السطر. هشيل العلامة، والسطر رقم 3 هيكون سطر ثابت، يعني 12 غرزة حشو. 1 2 3، هكمل 12. السطر رقم 4 هشتغل تناقص، فهدخل في الحلقة الأمامية للغرزة الأولى والحلقة الأمامية للغرزة التانية، واخد لفة واطلع. هشتغل حشو، والسطر كله بهذا الشكل. كل غرزتين هشتغلهم مع بعض، الحلقة الأمامية مع الحلقة الأمامية للغرزة اللي بعديها، واطلع. بصراحة رخمة قوي انا بحبهاش، بس تمام يعني اهو. وحاولي تضمي ايدك شوية. هكمل السطر وارجع. السطر 5 برضو هنشتغل تناقص، كل 2 بقى هنشتغلهم مع بعض. تمام، او نشتغل غرزة ونسيب التانية كده. خلينا نشتغل غرزة ونسيب التانية عشان نسهل الوضع على نفسنا شوية. تمام كده اهو. والغرزة الأخيرة حاولي تاخديها مع الغرزة اللي قصادها كده عشان نطلع ونعمل 10 سلاسل تبقى في المنتصف. تمام، 1 2 3 4 5 6 7 8. هكتفي ب8 سلاسل. تمام، وهشد الخيط، هعمل سلسلة واشد الخيط فتلة طويلة شوية عشان هي دي اللي هثبت بيها الرجل بتاعتي. هعمل رجل كمان. تمام، هيبقى عندي رجلين بنفس الطريقة بالظبط. هعمل واحدة وارجع لكم. عملت الرجل التانية وعملت ايد، تعالوا نعمل مع بعض الايد التانية، سهلة خالص خالص خالص. هشتغل كده سلسلتين، 1 2. السلسلة الأولى هشتغل فيها 5 حشو، 1 2 3 4 5 بالشكل ده كده. ممكن احط علامة او مش ممكن، لان كده كده انا هعد، فهشتغل كده تزايد في السطر التاني. كل غرزة غرزتين، 1 2 في نفس الغرزة، 3 الغرزة الجديدة، 4 في نفس الغرزة، 5
الغرزة الجديدة، 6 في نفس الغرزة، 7 الغرزة الجديدة، 8 في نفس الغرزة، 9 الغرزة الأخيرة، و10 في نفس الغرزة بالشكل ده كده. تمام. هبدأ بقى أعمل تناقص، فهتخطى غرزة واللي بعدها أشتغل غرزة كده. 1 تخطى غرزة واللي بعدها أشتغل غرزة. 2 أتخطى غرزة اللي بعدها أشتغل حشو. 3 أتخطى غرزة واللي بعدها أشتغل حشو. 4 أتخطى غرزة واللي بعدها أشتغل حشو كده. 5 بالشكل ده كده. هبدأ تاني أتخطى غرزة أهو، واللي بعدها هشتغل فيها، وأتخطى غرزة واللي بعدها هشتغلها حشو. هلاقي خلاص المنطقة ضاقت قوي عندي، فهشتغل هتخطى غرزة واللي بعدها هدخل مع الغرزة المقابلة ليها ورا كده. تمام بالشكل ده كده. وهشتغل 10 غرز سلسلة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، وسلسلة تأمين، واشد الخيط فتلة طويلة شوية. طبعا واضح ان الايد اصغر من الرجل اهو، دي الايدين ودي الرجلين. تعالوا نعمل الودن مع بعض. الودن سهلة خالص وبسيطة. هشتغل 1 2 سلسلة. السلسلة الأولى هشتغل فيها 5 حشو. 1 2 3 4 5. السطر التاني هشتغل تزايد، يعني 10 غرز حشو، كل غرزة غرزتين. فهشتغل كده 1 2 في نفس المكان، الغرزة اللي بعدها 1 2. هكمل السطر التاني وارجع لكم. السطر التالت هيكون غرزة حشو وغرزة تزايد، غرزة فردي وغرزة تزايد. 1 اللي بعدها 2 هشتغل فيها تزايد. 1 2 غرزة اللي بعدها فردي، الغرزة اللي بعدها تزايد. 1 2. هكمل السطر التالت وارجع لكم. السطر رقم 4 هيكون سطر ثابت، والسطر رقم 4 و5 و6 سطور ثابتة، كل سطر فيه 15 غرزة. فهبدأ كده أعد 1 2 3 4 5. هكمل السطر رقم 4 15 غرزة، والسطر رقم 5 15 غرزة، والسطر رقم 6 15 غرزة. هبدأ السطر رقم 7، هشيل العلامة وهيكون غرزة حشو، وهشتغل تناقص في الغرزة رقم 2 والغرزة رقم 3، هشتغلهم تناقص خفي مع بعض. غرزة حشو والغرزة التانية والتالتة تناقص لحد ما اخلص السطر. في نهاية السطر هيكون معايا 10 غرز. تمام، هكملهم وارجع لكم. ده السطر رقم 7. السطر رقم 8 هيبقى كله تناقص، بس انا هتخطى غرزة واروح للي بعدها اشتغل. تمام، عشان عاوزاه يعني طري شوية عشان اعرف اثبت على جسم الخروف. فكده انا اهو هتخطى الغرزة الاولى والتانية هشتغل فيها حشو. بخطى الغرزة دي واللي بعدها هشتغل حشو. تمام كده
هتخطى غرزة واللي بعدها اشتغلها حشو، هتخطى غرزة واللي بعدها حشو كده. تمام، مفروض غرزة والأخيرة اهي حشو. وهعمل سلسلة تأمين وهشد فتلة خيط طويلة شوية عشان أبدأ أعمل بيها شكل الودن بتاعتي. تمام، أنا هعمل الودن التانية طبعا خارج الكاميرا وأثبتها، يعني هعملها خارج الكاميرا عشان نثبتها اهو. هيبقى كده، نحاول نعملها كده وبالايه بإبرة التنظيف هنضمهم وبعدين هنركبها. هعمل الودن التانية عشان نركب كله مع بعض، او خلينا نركب مع بعض وابقى اعمل الودن التانية خارج الكاميرا اهو. هركب الودن الاول كده، هياخد غرزة كده هنا عشان اضمها على بعض كده. بالشكل ده كده. وهيجي هنا في السطر اللي فيه الابيض اهو من فوق كده. تمام، طبعا انتي بتظبطيها عندك وابدأي كده ادخلي وثبتيها. انا لما دخلت في ده من ناحية كده الراس ضمت قوي، يعني ما كنتش حاساها لطيفة. فانتي ما تعملي ازاي عشان ما ايه، انا مش ما حبيتهاش كده اهو. نحاول نثبت كده كام غرزة. تمام كده. هكمل تثبيت كده اهو. خلاص بالنسبة لي كده تمام قوي. الابرة دي رفيعة فبتوجع. تعالوا برضو نركب ايد مع بعض ورجل. دي الرجل اكبر من الايد. تمام، حابة تعملي الرجل قد الايد براحتك، بس انا بصراحة عاملة الرجل اكبر من الايد بالشكل ده كده. هاجي هنا تحت كده على السطر التاني تقريبا وهبدأ اثبتها اهو. هي غرزتين وخلاص، يعني مش محتاجة اكتر من كده. كمان مرة وخلاص. اعمل اي جزء جوه. ممكن تعملي عقدة يعني لو حاسة ان هي ممكن تفك، بس هي ان شاء الله مش هتفك كده. تمام، ونركب ايد كمان مع بعض اهو عشان نبقى ايه وريتكم كله بيتركب ازاي. طبعا الجزء التاني بيتركب زي الاولاني بالظبط، مفيش اي افتكاسة، تركيب سهل، بس برضو عشان في ناس بتحب ادق التفاصيل عادي يعني مفيش مشكلة اهو. هاجي هنا كده عند السطر الابيض اهو، هنا اخر سطر ابيض اشتغلته كده هنا. يعني حاولت ايه تخليها تحت الودن على طول كده. غرزتين برضو شكرا. هو اصلا سلسلة فمش مش ايه مش محتاج حاجات كتير. خلاص كده اهو. وندخل كده
نطلع من الناحية التانية، ندخله كمان مرة جوه ونطلعه كده اهو، ونقصه. شكرا. هركب بقى بقية الحاجات وخلاص على كده. هو الشكل النهائي. حابة بقى تركبي ميدالية، مركباها عادي خالص هنا في اي جزء كده، اشبكيها خلاص. تمام اهو الشكل ده كده، وهيكون ده الشكل النهائي ليه. اتمنى ان هو يكون عجبكم. ان شاء الله لو حابين تنفذوه تنفذوه بكل سهولة وبساطة. لو طبقتيه نزليه في التعليقات او على جروب كروشيه توتة والمبدعات. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.